بس كلمة تعالوا لي دي هي دي بقى العجز هنا. ما هي تعالوا لي هريحكم، احنا بقى لو عندنا عجز في الاولانية فما بنرتاحش، ما بنرتاحش. احنا اللي في النص دي قاعدة، جميع المتعبين والثقيل الأحمال. أول الآية ده واقع مننا، أنا أريحكم. وبعدين يفاجئنا ربنا. تصور انت رايح لربنا في الصلاة، هو الصلاة كده تبقى داخل شايل هم نفسك، شايل خطيتك، شايل ضعفاتك، شايف قلقك، شايل هموم اللي حواليك، شايل خوف، ماشي. ربنا ما عندوش مشكلة، انت داخل بأي شكل. طول ما انت بتصلي الحمل بينزل حتة بحتة. عشان كده اقول لكم حاجة هنا، لو كروت الصلاة او صليت بسرعة تطلع شايل برضه، او تطلع ملحقتش تفرغ الحمولة. فاهمين ازاي؟ تصوروا عربية نقل بتفرغ الحمولة وبعدين نزلت شوية رملة وعدلت على كده ومشيت. طب ما نزلتش، ما تاخد وقتك. فلما حد يقول لي طلعت من الصلاة ما ارتحتش، حلها طبيعي ايه؟ صلي تاني. طلعت بدري، طلعت ليه؟ ما لسه الحمولة يجوز بتنزل ببطء شوي. احيانا ربنا يقصد يخلي الواحد يرتاح ببطء عشان يطول في الصلاة، بس مش راضي يفهم. فتلاقيه خلص في 10 دقايق وطلع مش مرتاح برضه. مش لأن الصلاة خيبت، الصلاة ما بتخيبش، هو انت اللي خيبان، مش عاوز تصلي كويس. طول بالك، ادي وقت شوية، ادخل ما تطلعش لغاية ما ترتاح. لو انت مصدق الكلام ده ادخل وما تطلعش لغاية ما ترتاح، يبقى هترتاح. وبعدين مش بس هترتاح، ده الغريب بقى انك بعد ما بترتاح خلاص ده وعد بيشيلك. يعني قبل ما تطلع من الصلاة بيشيل كل حاجة وبعدين يشيلك. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. تاني مرة يجيب سيرة الراحة، تعالوا لي هريحكم، شيلوا دي هترتاحوا. يبقى في حاجتين مريحين، انك تشيل ربنا حملك ترتاح، وانه يشيلك حمله ترتاح برضه. هذه بقى لغز تاني. في الصلاة انت بتقعد تشكي لغاية ما ترتاح، وبعدين هو يقعد يقول لك اعمل دي واعمل دي واعمل دي، ترتاح برضه. النير هنا هو وصية ربنا، هو الوشوشة اللي هيقولها لك. يعني تبقى متغاظ جدا من واحد مطلع عينك، فداخل الصلاة انت شايل حمل تقيل قوي، ويمكن تقعد في الصلاة تشكيله بقى لما ايه تدوشه. ولو صليت بذمة شوية تيجي على اخر الصلاة تهدى، قبل ما تطلع من الصلاة يقول لك ايه؟ مش هوصيك تحبه. احبه ده ايه؟ ده يتحب ازاي ده؟ لا، ما احنا اتفقنا. ومش هترتاح على طول غير لما تحبه. ادي نيره. فاهمين ازاي؟ احملوا نيري عليكم. فيبقى حتى وانت جوه الصلاة مش بس بترسل، انت بتستقبل. ومش بس بتستقبل الراحة، بتستقبل الراحة ومعها الوصية. بيقول لك ايه؟ وكمان تستحمله برضه. اديني ريحتك، قلت لك كله خير وانا معاك وانا اللي هشيل، وارمي عليا زي ما انت عاوز ومسحها فيا انا يا سيدي. وبعدين ممكن تصلي له بقى، يا رب صلي له وجرب. تيجي تصلي له، ده اللي ضرك وتعبك وطلع عينيك، تلاقي الراحة زادت. تيجي تصلي له، انت بقيت دخلت في النير هنا بقى، خلصنا الحمولة الأولانية. لما تيجي تعمل اللي هو بيقوله ربنا، انك بتشيل نيره بقى وصيته، تفاجأ ان الراحة زادت. طب ده نير، ده حمل جديد، بس حمل من نوع غريب، حمل يشفط التعب مش يزود التعب، حمل مريح. نيري هين وحملي خفيف، وده سر وديع ومتواضع القلب. وعشان كده بيقول اتعلموا مني، لانه انا اللي بعرف اعمل دي. انا رايح الناس كلها واحب الناس كلها واخدم الناس كلها والتزم بوصية ربنا للاخر وابقى مرتاح على طول. عشان كده تلاحظوا بقالش راحة لأجسادكم، لا مش ممكن، تبقى كدبة.
لأن الصلاة مش مريحة جسديا، وخدمة الناس مش مريحة جسديا، والالتزام بالوصية مش مريح جسديا، وآلام التجارب والصليب عمره ما هيكون مريح جسدي، لكن هيبقى مريح ايه؟ نفسيا. وهيبقى ربنا ما وعدش براحة جسدية، لا ده جت صلب. إنما من ناحية النفسية قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. وإحنا كلنا مع شوية سنين في الدنيا كده نقول له ماشي نتعب جسديا بس بلاش نفسيا، موافقين، الباكج على بعضه بنقبل، ما عندناش مشكلة إن كنا نتعب شوية بس نرتاح داخليا، نتعب في صوم ونتعب في صلاة ونتعب في خدمة ونتعب في وصية إذا كان ده يعود علينا راحة نفسية. عاوز أوصل لشعار كده بقى مع أول محاضرة مهم عشان يفضل معانا طول العمر. أنت مش مرتاح نفسيا تساوي أنت مش بتصلي كفاية. تعرفوا تقولوها؟ أنت مش مرتاح نفسيا أنت مش بتصلي. تعال نقولها على أنا. أنا مش مرتاح نفسيا أنا مش بصلي كفاية. مش عاوزين ننساها طول العمر، لأن بنقعد ندور على 100 سبب زي لا مؤاخذة المغفلين اللي الحكاية واضحة زي الشمس ومش عاوزين نبص لها. تقول أصل فلان مش هو المشكلة، ما فلان ديت هتقلبه على ربنا في الصلاة، ما هو ثقيل الأحمال بس هو بيشيل. هي المشكلة أنت مش بتصلي كفاية، هي دي المشكلة. عشان كده أنت مش مرتاح نفسيا. تجدوا راحة لنفسكم، مرتين بيقول أنا هريحكم، ووعد تاني تجدوا راحة لنفسكم. ملهاش حل يا أحبائي غير الصلاة. وإحنا مشكلتنا نعمل أي حاجة ونيجي عند الصلاة إيه؟ نكسل ونكروت وكأنها دواء مر ملوش طعم، وهو الشفاء، هو الحل.